سلام الزينات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم مليحه وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم رجعت لكم فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم. قبل ما تكملوا الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتعليق للفيديو وتشتركوا في القناه الا ما كنتش مشتركين، وما ننساش نرحب بالمشتركات جدد، نقول لكم نورتوا القناه، والمشتركات القدم طبعا القناه منوره بوجودكم. لهنا طبعا في روتين تاع نهار اليوم راح نبداها من الصباح حتى العشيه. اول حاجه نبداها هي طبعا الفطور تاع الصباح. لهنا كنت موجده هاد المسكوتشو، كنت حطيتها معاكم في القناه، حطيتها لكم في وصفه يعني او فيديو وحده، وحطيتها لكم في روتينات. راح نخلي لكم الرابط تاع الوصفه في صندوق الوصف. انا هاد الوصفه دائما تقريبا نديرها بزاف، لانه بزاف هايله وسهله وسريعه، يعني ما تطولش بزاف، والحلاوه نتاعها معتدله وحتى وعائلتي تعجبهم. وانا كنت نتقهوى طبعا، راني نخمم في الروتين تاع اليوم واش ندير فيه، واش عندي خدمه. اول حاجه لهنا فتحت التواقي، كان الجو شباب، كان ربيعي والشميسه، ما كاش الهواء بزاف، ففتحت التواقي تهوى الدار، وفتحت البالكو تاني. لهنا البالكو كانت فيه شويه تاع الغبره، فقلت هذاك هو نستغل الفرصه بما انه الجو شباب، يعني نفتح الحالة تهوى ونزيد نسيق هذا البالكو. يعني حاجة خفيفة ظريفة، يعني ماشي خدمة كبيرة. قلت لكم اليوم راح نشارككم روتين تاع نهار كامل، ونجاوب على بعض الأسئلة اللي راح تجيني متكررة. لهنا كنت ثاني خرجت هذوك ديسوندولي، وراح نفوت ثاني هكذا نشاف خفيف على البيوت كاملين. دايما نجاوبكم او دايما نقول لكم انه الخدمه تخدمي بشويه، تساعفي روحك وتعرفي كيفاش تنظمي وقتك، ما تخدميش كل شيء في نهار. يعني كل مرة تخدمي حاجة وتنظفي حاجة باش تجيك الخدمة سهلة. كيما لهنا انايا كانت عندي، يعني كنت مسحت الغبرة، كانت عندي غير الارضية نمسحها شوية، هذا ما كان ماشي حاجة كبيرة. من بعد ما نشفت لي الحالة عاودت رجعت هذوك ديسوندو لي لبلايصهم، كانوا تشمسوا شوية، ورجعت كل حاجة لبلاصتها. مام السرير كنت نفضت الفراش شوية وعاودت رجعته كيما كان. لهنا يعني تهنيت من الشومبرا نتاعي والبيوت، ففوت لهنا للغدا. لهنا الغدا راح ندير حاجه خفيفه، لانه طبعا يعني ما يكفيناش الوقت، كيما راكم تعرفوا الشتا نهار قصير، فما ما تلحقي ديري والو، تكوني تخدمي حاجه خفيفه برك تلقاي راح عليك الحال. حبيت ندير بطاطا كوشه، بصح انا الكويزينيير نتاعي صرات لي الكارثه فيها. هذاك الزجاج نتاعها تاع اللي من داخل، مش عارفة إلا كان شمختو بالغلط ولا كانت بسبة لا فابور، دار فيه الماء، كي شعلت الكويزينير كلاطات لي. المهم فقلت ندير بطاطا كوشه يعني بلا الكويزينير. هنا كانت عندي البطاطا والخضره، بصل وطماطم وفلفل حار، كنت قطعتهم شرائح. الدجاج كنت فوتته في المقله لانه ما عنديش وين نحمره، فوتته في المقله برك. والبطاطا كنت قليتها، تحبوا تقليوها تحبوا لا، لانه في كلتا الحالتين راح طيب مليح. بالنسبه لهنا للتتبيله واش راح ندير، عندي سنه تاع توم، شويه حشيشه، ملح، الزيت، فلفل كحل، فلفل احمر حار وعادي، وتوابل شاورما، وشويه تقريبا نص مغرف صغيره ولا مغرف صغيره تاع طماطيش تاع الباط، طماطم المصبره، ونمشيها بالماء. نفرغ الماء تقريبا كاس هكذاك، نمشي هذيك التتبيله، نتبل بها الدجاج ونحطوه بجيه. من بعد نكمل نتبل كامل الخضر. انا لهنا راح نطيبهم في المقله برك. البطاطا الكوشه نتاعي راح نطيبها في المقله برك، وفوق فوق الفور، هذا ما كان مش راح ندخلها للفور كما قلت لكم، لانه الفور نتاعي تكسر لي وما مازال ما خدمتوش، يعني تكسرت لي الدجاجه ومازال ما خدمتوش الزجاجه تاع الباب. لهنا الخضار، تحبوا البطاطا كوشه تاعكم تجيكم شويه حاره ديروا فيها الفلفل الحار، ما تحبوش نحيو الحار ولا ديروا فلفل حلو. انا لهنا درت هاد التشكيله تاع الخضار، ودرت معاها ثاني زيتون اخضر، يعني هاد التشكيله تعطيها واحد البنه روعه. هذا المقله اللي كنت قليت فيها هذاك الدجاج، يعني حمرته شويه، راح ندير فيها كقاعده الطوماطيش هكذا باش ما تلصقليش الخضره الاخرى ما تحرقليش، لانه كما تعرفوا يعني تكون كمانع، لانه الطوماطيش تطلق الماء نتاعها فماهيش راح تلصق، مش كيما البطاطا. حتى واذا كنتوا راح ديروا لاصوص او الماء في هذاك القدره نتاعكم، البطاطا تلصق اكثر من اي خضار واحد اخرين. المهم البنات لهنا، بعد ما كنت ستفت هذيك الطوماطيش، لهنا البطاطا ما كانتش ما كفانيش اللي انا واش نحطها،
باش نحطها على هذيك. كي فرغت شويه هذيك الخضره باش حطيت البطاطا ونكمل نحطها والتتبيله اللي تبقى لي في الليان هذاك نزيد عليها تقريبا كاس ولا كاس ونص حتى لزوج كيسان، قيس ما نغطي يعني باش نحي هذيك التتبيله الزايده، وقيس ما نغطي الخضره نتاعي. من بعد نحط عليها الدجاج هذاك، المورسو نتاع الدجاج من فوق لهنا، ونعاود نفرغ هذيك التتبيله فوق هذاك الدجاج، وراح نزيد لها تقريبا كاس ولا كاس ونص تقريبا حتى لزوج كيسان حتى يتغطى لي هذوك الخضره. لهنا نخليها على نار قويه بزاف حتى يغلي هذاك الماء. من بعد راح نقص النار يعني ونغطيها بالبابي الومنيوم، ونغطيها بالغطاء تاع المقله نتاعي، ونخلي عليها على النار ناقصه حتى نطيب. وطبعا مره على مره راح نشوفها الا كان طابت الخضره ولا مازال. كي تكون كي تكمل الطيب واذا كان فيها مازال فيها صوص وما تحبوش فيها صوص، زيدوا لها شويه النار وخلوا عليها تنشف. هذا ما كان. لهنا خليت عليها الطيب، يعني حاجه سهله وسريعه. توالم هكذا كي يكون ما عندكش الوقت، توالم اللي ما عندهمش الكويزينير، ما عندهمش الفور كيما حالتي حاليا راني بلا الكويزينير. توالم الخدامات، يعني حاجه سهله وسريعه، خصوصا كما قلت لكم في الشتاء الوقت قصير بزاف فما نلحقوا نديروا والو. بالنسبة الإجابة على الأسئلة نتاعكم، راكم ديما تسألوني نفس السؤال، هو كيفاش ننظموا رواحتنا وننظموا وقتنا، خصوصا اللي عايشين مع العائلة ويعني نهتموا بنفسنا وفي دارنا وكل شيء. كنت جاوبتكم في روتينات من قبل ووريت لكم انا كيفاش دايره وكيفاش منظمه وقتي. هو الشيء هذا سهل انه تنظمي وقتك او ديري جدول لعمرك. يعني ما تخدميش مثلا ما تخليش الخدمه تتراكم عليك، تخدمي بالمعقول وبشويه وكل مره حاجه. لهنا نرجع للطبق نتاعنا. كنت بعد ما كان طاب كيما شفتو طاب، ومن بعد بقات لي شويه هذيك الصوص، زدت عليه النار ونحيت الغطاء وخليت عليها حتى نشفت. من بعد نقدمها هكذا، رشيت عليها شويه معدنوس وشويه بصل وهذاك الزيتون الكحل يعطيها ذوق اضافي. وتغدينا والحمد لله. وكملت يعني نيطوايت الكوزينه، غسلت المواعين. من بعد كنت طبعا ريحت شويه، ماشي مباشره رجعت لهذه الخدمه، رجعت للكوزينه تقريبا نص ساعه ولا ساعه. رجعت لهنا كانت عندي هذا الطوماطيش رايحه نديرها بواحد الطريقه ونرحيها هكذا باش نستعملها الاستعمالات اليوميه ماشي تاع رمضان. هذه نتوما اذا كان حبيتوا تخدموا هذا الصوص بهذه الطريقه تخبوها لرمضان راح تجيكم بزاف هايله. لهنا نغسل هذا الطوماطيش ونحي لها هذيك الشوشه نتاعها، ونحي لها هذاك الجزء هذاك اللي من الفوق اللي في الوسط، ونقطعها كيما راهي يعني بالقشور نتاعها كيما راكم تشوفوا نقطعها. وما تكونش مقطعه صغيره باش ما تطلقش الماء، ما نرحيهاش وتطلق الماء. والقشور نتاعها ماشي شرط تقشروها، لانه اصلا هذا الطوماطيش القشره نتاعها صغيره يعني رقيقه، فيعني ماهيش راح تاثر فيها. كيما قلت لكم لهنا نقطع كامل الكميه اللي عندي يعني ما راح ندير لها والو، ندير لها شويه تاع الملح ونحطها فوق النار تكون متوسطه ماشي قويه وماشي ناقصه حتى يخرج هذاك الماء تاعها كامل. من بعد يعاود ينشف هذاك الماء حتى تتركز هذيك الطوماطيش، يعني تولي كيما الطماطم المصبره يعني هكا تكون. وهذه الطريقه يعني بزاف هايله يعني ساعدتني بزاف وتجي بزاف بنينه، يعني خير من اللي ترحيوها وتتبلوها. يعني تقدروا هذه تخبوها كيما راهي. من بعد اذا حبيتوا تخدموا صوص طوماط يعني تجبدوا برك هذه الطوماطيش وتزيدوا ليها تحبوا زعيتره والتوابل الاخرى، وهذا ما كان تولي لكم صوص طوماط واجده. يعني انا درتها هكذا سامبل باش نقدر ندير بها كلشي، يعني نحطها نطيب بها يعني ننصب بها القدره نتاعي، ولا نحب نديرها البيتزا تاني تصلح معايا. لهنا كما قلت لكم ما درت لها لا زيت لا والو، نحط لها شويه ملح برك ونقص النار يعني تكون متوسطه ونخلي عليها الطيب. ومره على مره نحركها، والملح ما تكتروش لانه طبعا كي تكونوا حطيبوا بها راكم تكونوا ديروا الملح للقدره نتاعكم. نرجع لكم للاجابه للسؤال نتاعكم. كما قلت لكم البنات الخدمه طبعا الشقا ماهوش راح يخلص، كما نعرفوا قد ما تخدمي ماهوش راح يخلص. انا نحكي لكم يعني نجاوبكم سريعا على الروتين تاعي كيفاش كان.
أنا كنت دايرة نظام، أنا حتى ونوض بكري، نوض على 8 مثلًا ولا على 7، نبدا بروحي هي الأولى نهتم بروحي، يعني نغسل وجهي، نبروسي سناني، نمشط شعري، يعني نسرّح نسقّم روحي شوية، ومن بعد ندور للشومبرا نتاعي نفرزها والدار نتاعي نفرزها. إلا كان عندي كشما حاجة يعني نغسل الحوايج ولا ندير كاش حاجة نخدمها، نبدا بها هي الأولى، يعني حاجة تاع خفيف الظريف. من بعداتيك يعني نروح نشوف يعني نهبط لدار عجوزتي ونشوف واش عندي، يعني نطيب الغدا واش عندي روتين. أنا كانت عندي قاعدة على الساعة 09:00 نكون في دار عجوزتي ولا نكون في الكوزينة، يعني حتى ونوض بكري ما نهبطش قبل الساعة 09:00، كنت الساعة 09:00 نهبط، كنت دايرة نظام. مرات حتى نوض يعني ما نوضش بكري، نوض مثلًا 08:00 ولا 08:30، هذاك هو قسما نفرز شغالاتي ونفرز روحي هكذا شوية، من بعد باش نهبط. نتقهوى سريع، سريع ونبدا في الغدا، وإلا عندي نسيّق وإلا نغسل الحوايج، يعني هكذا نشوف الروتين تاعي واش هو. من بعد كيما قُلت لكم لهنا شوفوا نرجع لكم للوصفة. الطوماطيش قُلت لكم كي تبدا تخرج في الماء نبقى نحرّك فيها حتى تخرج الماء نتاعها كامل، من بعد ينشف، من بعد باش نخليها تبرد شوية ونريحيها، ما تخلوهاش تنشف تمامًا وما تخلوهاش بزاف جارية، كيما راكم تشوفوا لهنا. من بعد راح نخليها تبرد باش نريحيها. كيما قُلت لكم، وكان عندي يعني نظام تاني إنه بعد الغدا لهنا شوفوا بعد ما ريحيتها راح نديرها في هذا لي غوبلي ونخليها تجمد. كان عندي بعد الغدا ديما عندي هذاك الفراغ، نحب نخصّو لنفسي، مثلًا ندير عناية بالبشرة، ندير عناية بالشعر، أو ندير فيه قاطو القهوة تاع العشية ولا القهوة تاع الصباح، يعني ولا نخدم فيه مثلًا نشوف هكذا نطوي الحوايج، ولا نخدم كاش حاجة في الدار، يعني هكذا ننظّم وقتي. هكذا يعني نشوف واش خاصني ونخدم، ماشي نخلي كلشي يتراكم عليَّ حتى نعود حاصلة ما نلقى واش ندير، وين ندور واش نخدم. مرات مثلًا نخليه يكون عندي مثلًا ساعتين ولا 3 سوايع هكذا فراغ، نفوت الخزانة كاملة نعاود يعني نطوي رف ولا 2 هكذايا ونمسح الغبرة. مرات نسيق تسياق يعني من الشوكة للشوكة، ماشي مسيحة خفيف، خفيف، يعني كل مرة واش ندير في هذاك الفراغ اللي يكون عندي. لهنا هاذيك الطوماطيش راني فتكم بالهضرة، هاذيك الطوماطيش كنت بعد ما خليتها تبرد، طبعًا أنا كنت ريّحت شوية، من بعد رجعت عليها رجعت ليها رحيتها وحطيتها في لي غوبلي وخليتها تجمد، من بعد راح نطيب العشا. لهنا العشا حبيت ندير شخشوخة تريدة ماشي شخشوخة، فدرت لهنا البصل وشوية تاع الزيت ومورسو هذا تاع الدجاج، ودرت هذيك صوص طوماط جربتها معاكم، والتوابل درت فلفل أحمر الحار والعادي، وفلفل كحل والملح طبعًا، ونقليهم مليح. لهنا شوفوا هذيك الطوماطيش يعني تجي ثقيلة كيما الطماطم المصبرة، وما تجيش حامضة وما تجيش ماهية، يعني تجي بزاف هايلة. وتصلح يعني طيبوا فيها كلشي. لهنا من بعد زدت لهنا الطوماطيش المصبّرة، لهنا هذا الطوماطيش اللي تخدموها إذا ما تحبوش يعني تخدموا بالطماطم المصبّرة تستغناو عليها تمامًا، يعني تزيدوا غير هذه الطوماطيش اللي رحيتوها وصاي. أنا حبيت نزيد شوية، كيما شفتوا ما زدتش بزاف. من بعد لهنا كنت زدت شوية تاع الحمص ومرّقت هذيك القدرة نتاعي، وعندي لهنا الخضرة درت الزرودية والكورجيت واللفت. البنات لهنا يعني باش نعطيكم معلومة برك، أنا التريدة جامي طيبتها، وهذه المرة الأولى اللي طيبتها. وأنا كي نحب نطيب حاجة حتى وإذا كان ما فيهاش الخضر نحب نزيد لها خضر، كيما شخشوخة القسنطينية الأغلب ما يديروش فيها الخضر، بصح أنا نحب الخضرة، على هذيك نديرها، ما تلوموش عليا تقولوا يعني بدلتي الوصفة ولا. المهم لهنا كنت خليت هذيك القدرة نتاعي تغلي، عندي لهنا تريدة دهنتها بشوية زيت وراح نحطها تتفور للمرة الأولى. لهنا ندهنها مليح باش يعني ما تلصقش في بعضها وما تتعجنش. طبعًا ندير كمية صغيرة، كيما قُلت لكم البنات أنا يعني كي تكوني مع عايلتك صغيرة عادي يعني تقدري ديري مثلًا وجبة واحدة في النهار، يعني طيبي وجبة تاع الغدا ديري منها كمية للغدا والعشا، إذا كان مثلًا عندك بزاف الخدمة في هذاك النهار ولا تعبانة ماكيش قادرة ديري وجبة واحدة في النهار، يعني طيبي غدا وعشا، ولا ديري 2 وجبات بصح يكونوا ساهلين وخفاف وسريعين. يعني أنتِ تشوفي العايلة نتاعك والنظام نتاعك كيفاش يكون.
لهنا بعد ما فورتها شمختها بشويه تاع الماء ونخلي عليها تنشف حتى ودرت لها رشه تاع الملح. من بعد نزيد نفورها لثاني مره وثالث مره راح نجمرها. يعني نورمالمون فورتها زوج برك، ما يعني نفورها زوج برك والثالثه راح نجمرها. هذه هي. بعد ما شمختها شويه، ما شمختهاش بزاف لانه كي نجمرها رايحه تشرب هذاك الصوص، فما لازمش تجيني معجنه. لانها هي المره الثانيه تتفور ونغطي عليها. لهنا بعد ما تفورت تقريبا نحسب لها من ربع ساعه حتى ل20 دقيقه ونحيها. ولهنا كانت حتى هذاك الدجاج والخضره كانوا طابوا لي، نحيتهم. حتى الحمص كنت نحيته. من بعد راح لي المقطع هذاك. التريده نتاعي راني كنت دهنتها بالزبده من بعد باش حطيتها في القدره، والقدره راني كنت نحيت منها هذاك الصوص الزايده، يعني خليت غير شويه وجمرتها بشويه باش ما تتعجنليش والنار تكون ناقصه، ونحركها بشويه هكا باش ما تتعجنش. واهم حاجه لازم ديروا لها الزبده قبل ما تجمروها باش ما تتعجنش وتلصق في بعضها. يعني انا هذه ما التريده ولا الشخشوخه القسنطينيه يعني تجيني اسهل حاجه اني نطيبها صراحه. ما تم نوجدها، وهذا هو العشاء تاعنا. بعد ما كان وجد كانت يعني جات بزاف بنينه الصراحه، ماشي كي طيبتها انا برك، مي يعني كاول تجربه ليا وكاول مره جاتني بزاف بنينه وعجبتني. شهيدكم في الجنه حباباتي. وكنا تعشينا والحمد لله على هذه النعمة. وطبعا بلا ما نساو الروتين تاع تنظيف المطبخ والكويزينيار. كنت عاودت مسحت هذاك الكويزينيار ونظفت، مسحت هذاك الروبو اللي رحيت فيه خليته ينشف. الماعين هنا كامل كنت غسلتهم وشلتهم خليتهم يستقطروا. انا الماعين دائما نخليهم حتى الغدوه من داك باش نرتبهم. ودائما ننظف الكوزينه نتاعي في الليل، يعني ما نخلي حتى حاجه باش الصباح كي نوض باش نلقى يعني الحالة منظمة ومرتبة والخدمة تجيني سهلة ونكون مرتاحة. يعني حتى كي نشوف المنظر هذاك نكون مرتاحة. هذا هو روتين تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنساوش بجام وتعليق، ونتلاقاو في فيديو جاي.